بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنالك أخبار متداولة حول تدهور الحالة الصحية لأم سعد المجرد، والتي تدعى بنزهة الركراكي، وهي فنانة مغربية معروفة، ولكنها اشتهرت بعد اشتهار ابنها، وأيضا بوقوفه جنبه، يعني كانت واقفة معه في القضايا المتعلقة بالتحرش والاغتصاب التي كانت في عدة دول، وكانت تتنقل نزهة الركراكي من المغرب إلى باريس لمساندة ابنها في قضايا المذكورة. في الأخير لقد تم سجنه في باريس بعد إدانته باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا، حيث قام القضاء الفرنسي بإحالته إلى السجن مباشرة بعد المحاكمة، والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذة، حيث لم تتحمل الصدمة نزهة الركراكي، حيث يمثل ابنها يعني شيء كبير بالنسبة لها. إنها مرتبطة جدا به. تأثرت جدا، حيث لم تكن لها القدرة للتنقل إلى باريس لمساندة ابنها، حيث شاهدنا فقط زوجته التي كانت بجانبه أثناء المحاكمة، وقامت بتوديعه الوداع الأخير قبل دخوله إلى السجن. وبعد صدور الحكم يعني انهارت نزهة الركراكي، ودخلت في حالة اكتئاب وحزن شديد، ما أثر على صحتها، حيث يعني شاهد الكثير الفرق الواضح بين ملامح وجه نزهة الركراكي قبل وبعد يعني هذه المشاكل التي واجهت ابنها في المحاكم، و يعني الضجة الإعلامية والتشهير به، حيث فقدت الكثير من الوزن وبدا عليها الشحوب يعني الحالة النفسية، الحزن، يعني كانت الضحكة لا تفارق وجهها. يقال أنها دخلت إلى المستشفى، أحد مستشفيات المغرب، حيث تتلقى العناية الفائقة. يذكر أن سعد المجرد تم إدانته بقضية اغتصاب بعدة، يعني هو كانت عنده قضايا اغتصاب من قبل، وهذه القضية، وتوجد قضية أخرى أيضا متعلقة بالاغتصاب، فإحنا ما نقدروش نتمناو له يعني الخروج من السجن إذا كان صح راهو يقترف في هذه الجرائم بحق النساء والفتيات، والله أعلم يعني شحال كاينة من حالة، فإحنا ما نقدروش نكونوا متضامنين معه إذا صح يعني قام بهذه الأفعال غير الأخلاقية. فيعني هذا قضاء دا لازم الإنسان لازم يتحمل مسؤولية الأفعال تاعو، وياخذ جزاؤه، حتى ولو كان محبوب، ولو كان مشهور، ولا كان الغناء تاعو يعني جميل، ولكن لازم فنحييو القضاء إذا كان صح قاموا بتحقيق عادل ونزيه. أنا بالنسبة لي إحنا النساء نتضامنوا مع بعضنا، ونتمنوا له ياخذ جزاءه إذا كان صح قام بهذا الفعل. أما إذا كان يعني بريء ومجرد اتهامات